أرجوكي بلاش ترميهم، اتفرجي على الفيديو الأول وبعد كده ابقي قرري، وصدقيني هتغيري رأيك. 8 حيل ذكية لفرشة السنان القديمة. يلا بينا. الحيلة الأولى، هيجيب فرشة سنان قديمة ويدقها على خشبة بالمنظر ده، وهيخرم أحد طرفيها والطرف الآخر هيشيله، وبعد كده هيجيب شوكتين ويلزقهم حوالين الفرشة اللي احنا قصيناها، ويجيب دبارة أو حبل ويحطها في الخرم، ونجيب ماسورة فاضية وهيحط فيهم الشوكتين بالفرشة. وطبعا كده لو شديتي الحبل الشوكتين هيقفلوا على بعض، لو سبتي الحبل الشوكتين هيفتحوا، وبكده نقدر نجيب اي حاجة مزنوقة في اي مكان بعيد مش قادرين نوصل له. الحيلة التانية، جاب فرشة السنان القديمة وسخنها ولفها بشكل دائري بالشكل دوت، وبكده نقدر ننظف بيها أي مكان مزنوق. الحيلة التالتة، بيشيل شعر الفرشة الأول وبعد كده بيسخن طرف الفرشة كويس قوي، وده لو عندك أي مفتاح اتكسر جوه الكالون بتجيب الجزء اللي اتسخن في الفرشة وبنطلع بيه المفتاح المكسور بمنتهى السهولة. الحيلة الرابعة، هنجيب 3 فرش أسنان قديمة ونشيل الشعر منها ونلف الفرشة بخيط مكرمية أو أي خيط صوف مش عاوزينه، وهنجيب 3 أفرع من نفس الخيط ونلزقهم من الطرف كده ونعملهم شكل الضفيرة، وهنجيب فرع تاني نعمله زيه، وبعد كده هنجيب الفرش اللي لفيناها بخيط المكرمية ونحطها في الفرعين من فوق ومن الوسط ومن أسفل، وبكده عملنا أشيك علاقة ممكن تعلقي عليها الطرح أو الفوط. الحيلة الخامسة، هنجيب الفرش زي ما هي كده مش هنعمل فيها حاجة وهنستخدمها في التنظيف، بتكون هايلة جدا زي الزراير بتاعة البوتاجاز أو فواصل السيراميك هتنضفها كويس، والحنفيات كمان، وممكن نتني الفرشة ونستخدمها في تنظيف الجزء الأسفل من الألوميتال وكمان في الكيبورد، وبكده استخدمناها في تنظيف أشياء كتيرة ما بنقدرش نوصل لها. الحيلة السادسة، هنجيب 4 فرش أسنان قديمة ونشيل منها الشعر وهنسخنها على مكوى ونجيب خيط مكرمية أو صوف ونلفها على الفرش ونلزق آخر الطرف بمسدس شمع، وهنيجي نلزق الفرش مع بعضها من الأطراف بمسدس الشمع، وهنعملها على شكل سمبوكسة، هنشد عليها 3 خيوط بالعرض و3 خيوط كمان بالطول، وممكن بقى نجيب أي جلدة شنطة قديمة أو أي رابر مطاط ونقصها على شكل دايرة ونعملها بشكل مخروط ونعمل منها 4 أشكال ونلف عليها نفس الخيط بتاعنا ونحطهم في ال4 أركان بتوعنا، وبكده تقدري تحطي فيها برضو ورد أو أي حاجة وتبقى شكلها جميل جدا، وممكن على فكرة نستخدمها من غير المخروط دوت ويكون برواز جميل لأي صورة. الحيلة رقم 7، هيجيب فرشة أسنان قديمة ويشيل الشعر منها ويجيب سبونج ويعمل لها فتحة ويجيب عصاية فرشة الأسنان يحطها في الفتحة، وبكده نقدر ننظف أي إزازة أو علبة ضيقة ما بنعرفش ننظفها بالطرق العادية. الحيلة رقم 8، هنجيب فرشة أسنان وتغليها علشان تبقى سهل علينا نشيل الشعر ونتنيها، ونجيب لزق دبل فيس ونلزقه على حيطة الحمام أو حيطة المطبخ، وبكده بقت علاقة جميلة نقدر نعلق عليها الفوط لو كانت في الحمام وكمان نعلق أدوات المطبخ. ها، لسه برضو عايزة ترمي فرش الأسنان القديمة ولا غيرتي رأيك؟ لو أنت بتحب المحتوى ده من الفيديوهات يسعدني جدا متابعتك، ولو عندك أي مشاكل أو أفكار عاوز إن أنا أعملها لك فيديو يا ريت تكتب لي في الكومنت، ولو عندك حاجة مستغني عنها بس ما عندكش فكرة تعملها إيه برضو اكتب لي في الكومنت، أنا هنفذ لكم كل اللي تطلبوه.